السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشويه على الفحم بتتبيله خرافيه، ان شاء الله هتعتمديها بعد كده لو عملتيها بطريقتي. بس في الاول نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا بالمقادير بتاعتنا. عندنا بصله كبيره مبشوره بشر ناعم، هننزل عليها بعصير طماطمتين كبار، هناخد الميه بتاعتهم بس وهننزل بيها على البصل. بعد كده هننزل بمعلقتين زبادي كبار وعليهم عصير نص ليمونة، عليها معلقة خل ومعلقتين زيت كبار، والتوابل بتاعتنا معلقة صغيرة ملح ورشة جوز الطيب وزعتر وسبع بهارات ومعلقة كبيرة من تتبيلة المشاوي ونص معلقة من الشطة وتوم باودر وبصل باودر. وهنبتدي نقلب الفراخ بتاعتنا بحيث انها تندمج مع بعض بالشكل ده. وهنجيب الفراخ بعد ما فتحناها كويس، عملنا فيها فتحات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، هنبتدي نتبلها كويس في التتبيلة بتاعتنا ونغطي عليها ونسيبها من 3 ل4 ساعات في التلاجة. ويفضل انها تتساب ليلة كاملة، طبعا بتدينا نتيجة افضل في التسوية وفي الطعم كمان. ودي الفراخ بتاعتنا بعد ما عدى عليها 4 ساعات تقريبا، هنبتدي نشيلها في طبق على جنب ونحط في التتبيلة بتاعتنا الخضار وهنسيبها لحد ما نولع الفحم. وده الفحم بتاعنا بعد ما اشتعل، استخدمنا كام ورقة حطينا عليهم زيت وحطيناهم في وسط الفحم، وحطينا على الفحم شوية زيت برضو بس شوية صغيرين يعني، وابتدينا ان احنا نولع في الورق لحد ما بقى بالمنظر ده، وهنسيبه لحد ما الفحم كله يولع. ده الفحم بتاعنا بعد ما ولع، هو باين انه مطفي لكن هو مولع، انا عايزاه يبقى هادي كده علشان خاطر يسوي الفراخ على الهادي والفراخ ما تتحرقش مني من قبل ما تستوي. وبعد ما عدى دقيقتين 3 نبتدي نقلبها على الجنب التاني علشان تاخد تسوية مظبوطة مننا. بالشكل ده كده. وبعد ما عدى عليها تقريبا 10 دقايق هنبتدي ندهن الوش بتاعها بالتتبيلة بتاعتنا هي والخضار، بحيث تديها لون كويس وتفضل طرية معانا لحد ما تستوي، ما تنشفش مننا اثناء التسوية. ودي الفراخ بتاعتنا بعد ما عدى عليها نص ساعة او 35 دقيقة تقريبا. شايفين بقى الشكل والجمال والريحة ما اقولكوش، ولا الطعم بقى حكاية، اقسم بالله حاجة تحفة 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 بجد. وقدمت معاها بقى سلطة وشوية رز بشعرية. ولو وصلتي بقى لحد هنا وعجبك الفيديو، ياريت ما تنسيناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.